بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أعرف شخصا اسمه غفر الله له ورحمه، اسمه ممدوح الغامدي، ابتلي بأمراض تتابعت عليه، ومع ذلك كان يقوم بدراسته، وهذه الأمراض متفرقة، تارة في مفاصل، تارة فشل كلوي، تارة كذا تارة كذا، تتابع. وكان يشعر أن الله يبتليه، فيقول لمن حوله كأن الله يريد أن يمتحن صبري، إن شاء الله سأصبر. ثم قال يتكلم عن شوقه إلى ربه لكن بلغته العامية، قال والله إنني أتمنى أشوفه، أي الله. فلما كتب الله له أن تقبض روحه، قبضت روحه في مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية. والأصل أن تلك الديار ديار كفر، ديار خبث، لكن لما طاب القلب لم يبال الله جل وعلا بما حوله من ديار الخبث، وإنما العبرة بذلكم القلب. فلما كان في يوم جمعة وعنده والده ووالدته، فتوضأ، وضأه أهله، ثم قرأ سورة البقرة كاملة وهو في المستشفى وبين يدي والدته وعلى مرأى من والده، ثم قال لأهله هذا يوم جمعة وأريد أن أؤذن لكم، فأذن هو على سرير المستشفى. فلما وصل إلى قول حي على الفلاح فاضت روحه. لا إله إلا وهذه خاتمة لا عظيمة، الله. ولولا أنه ختم له بهذا ما تجرأت وقلت اسمه، لأن هذا سيصبح فيه فتنة. لكن معلوم أن العبد إذا قبض أمن من الفتنة، لأنه قد أفضى إلى ما قدم وانتهى أمره. والمقصود من هذا إن الإنسان لو تأمل مثل هذه الأحوال لعلم أن الله ما اصطفى هذا العبد واشتباه وأكرمه بمثل هذه الخاتمة إلا لعلمه جل وعلا، والأمر فضله ورحمته وإحسانه إليه بقلب ذلكم العبد إليه. هنا الإنسان لا بد له أن يقف مع قلبه ويترك ما يمكن أن يراه الناس عنه من الظاهر، وكل أحد أعلم بسريرة نفسه. لكن لا بد أن يعلم أن الله يقول من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف أن تزاد عليه سيئة لم يأتها، تزاد عليه سيئة لم يأتها، ولا هضم، لا يخاف أن تنقص منه حسنة قد آتاها. ولا يمكن أن يقدر على هذا أن يعاملك بهذا المقتضى إلا الله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا مما لا يتأتى إلا لله، قال الله في خاتمة السياقات فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. والمقصود من ذكر هذا الأمر، نسأل الله أن نربط على قلب والدتي الأخ ممدوح، نقول أن هذا الأمر منه يعرف العبد أن السير إلى الله حق، وأنه لا بد من لقاء الله. وكلما كان الإنسان في قلبه من التوحيد ما عظم كان إلى الخاتمة الحسنة أقرب، وكلما فر الإنسان من البدعة كان إلى الخاتمة الحسنة أقرب، وكلما خلص قلب المرء من الغل والحقد والحسد على الناس كان إلى الخاتمة الحسنة أقرب. وكلما كان للإنسان نوافل طاعات وأمور متفرقات لا يعلمها إلا رب البريات كان أقرب إلى أن تكون له خاتمة حسنة. ونحن نقول مرارا وعودا وبدءا والله ما أقض مضاجع الصالحين شيء أعظم من خوفهم ألا تحسن خاتمتهم، لأن أجل العطايا أن يفد الإنسان على الله وفادة كريمة، فإن الوفادة الحسنة الكريمة على الله تدل على أن الله راض عن ذلك العبد، ولا يطلب شيء أعظم من رضوان الله. اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك.